اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم معانا ان شاء الله النهارده حلقه حلويات شرقي من اول تفصيله لاخر تفصيله بالظبط، بكل التفاصيل اللي عملتها بيها ان شاء الله. كل حاجه هقولها لكم. ده فطار عروسه، كنت عامله 3 تورتات، تورتايه مربعه لحمات العروسه، وتورتايه قلب، وتورتايه باربي للعروسه طبعا، وعامله صاج جاتوه لحماتها، وعامله لها علبه جاتوه. وطبعا دي الحاجات اللي معموله من الاسبونش اللي هقول لكم على تفصيله بيتعمل ازاي. وكمان عامله حلويات شرقي، بسبوسه وبسبوسه مكرمله كمان، وجلاش، وكمان عامله كنافه بورما وكنافه عاديه، وعامله صينيه كنافه بالمكسرات كده. تعالوا نشوف عملنا كل الحلويات دي ازاي، وكمان هقول لكم على كل التفاصيل ان شاء الله. استنوني في اول الفيديو ان شاء الله. اتمنى بس دعمكم، واتمنى تعملوا لي لايكات كتير كتير. ده طبعا الاوردر قبل ما اسلمه على طول، يعني يا دوبك قالوا لي احنا جايين ناخده، قلت اصوره لكم كده ونرصاه على الترابيزه. يا رب شكله بس يكون كويس وطعمه ما شاء الله جميل جدا. انا عامله الحلويات بالسمن البلدي، وتعالوا نشوف التفاصيل بتاعتنا. طبعا الشكل يغني عن كلام، كل ده حاجات بيتي وانضف بكتير من المحلات، والخامات بتبقى انضف خامات لان معموله في البيت، والحاجه اللي بتستخدميها لاولادك هي اللي بتستخدميها للعملاء. تعالوا نشوف اول حاجه الاسبونش. اول اسبونش انا ضربته علشان هسوي وهعمل الصوص اللي انتوا شايفينه ده. الاسبونج هقول لكم على تفاصيله دلوقتي، هعمله معاكم بالتفصيل بعد ما احط الصاجان في الفرن. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وطبعا الكلام ده من الصبح. اشتغلت بقى في تسويه الاسبونج وفي تسويه كمان الحلويات الشرقي. الصوص ده عملت ايه بالظبط؟ ما عملتش حاجه غير اني حطيت شوكولاته خام على البخار تسيح، يعني تحتها حله بميه كده وسبتها تسيح، وحطيت عليها حوالي دول بالظبط حوالي نص كيلو من الشوكولاته. حطيت عليهم حوالي ربع كوبايه من اللبن، وقلبتهم كويس، وبدات اصفيهم عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات. الصوص ده هنحتاجه زي ما انتم شفتوني حطيته على التورته. خلاص صفيته وسبته على جنب يهدى معايا، وادي اول سبونش عملته. الصينيه دي اكبر صينيه في الطقم المستطيل عشان نعمل التورتايه اللي هي المربعه بتاعت حمات العروسه. طبعا هقص منها جزء عشان تبقى مربعه ما تبقاش مستطيله. اهم حاجه تمشي فيها الاسباتيولا كده علشان ما يبقاش فيها اي تفتحات. درجه الحراره 200. الفرن ما بتفتحش على التورت لو حطيتيها في الفرن الاسبونشات اول نص ساعه. هبدا بقى اعمل المدوره دي علشان كان مطلوب مني كمان تورتايه كبيره مدوره غير الاوردر بتاع العروسه، فعملت حسابي في التسويه كمان. وكمان مطلوب مني تورتايه قلب، والقلب انا بعملها بالمدور بالسبونش المدور، يعني في الحله المدوره كده، وبقصها اخليها قلب. وطبعا كل ده ان شاء الله هقول لكم على تفاصيله. شايفين الاسبونش ابيض ازاي؟ ده اسبونش بيتي، مش جايبه دقيق اسبونش ولا حاجه. اهم حاجه خبطتين 3 كده على الترابيزه علشان خاطر يبقى معايا جاهز. تعال نشوف الاسبونش ده. الاسبونش ده مضاعف، يعني انا حطيت بالظبط 12 بيضه، والبيض عاملاه بلدي اقسم بالله، من بيض شارياه يعني، مش بيض وزاري ولا حاجه، جايباه بيض بلدي. حطيت 3 اكواب من الدقيق، انا طبعا بنخله اهو. انا سبت بقى السكر يتضرب، السكر بالظبط كوبايه ونص من السكر، وكمان معايا 12 بيضه وعليهم فانيليا وخل، ومعلقتين محسن جل، وتلتين كوبايه ميه او كوبايه ميه لحاجه بسيطه، وسبت ده يتضرب مع بعض. المقادير الجافه بقى، حطيت 3 كوبايات من الدقيق، وكوبايه من النشا، وذره ملح، ومعلقتين كبار بيكنج باودر. ادي الدقيق لازم يتنخل كويس عشان يدخل له هوا. دي مقادير اللي انا عملتها. ده اسبونج هيعمل معايا كذا حاجه، يعني هعمل منه الجاتو كمان. هبدا بقى اعاير النشا هحط كوبايه من النشا زي ما انتم شايفين. المقادير حتى المفروض انقلها بعيد عنكم يعني، واقول لكم انا حطيت كذا وكذا. حبيت بس اعرفكم عشان لازم تعرفوا المعيار اللي انا بعاير بيه ده اهو. وكمان لازم تنخلي الدقيق والنشا كويس جدا عشان يدخل لهم نسبه هواء، وما يبقاش فيهم برضو اي تكتلات. الاسبونج البيتي ده ناجح، يا ريت تعملي الاسبونج البيتي بالكيك شيف اللي هو ده، ما تعملوش بالبيكنج باودر تاج الملوك. شوفوا انا حطيت ده، وطبعا هحط كمان لان طبعا انا عايزه معلقتين كبار. هنخل برضو البيكنج باودر. الفانيليا انا حطاها سايله، حطاها مع المقادير السايله تتضرب كويس جدا كده. خلاص قلبت المقادير بتاعتي. تعالوا بقى عشان نروح على العجان عشان نبدا نضيف. لايكات كتير بالله عليكم. انا زودت شويه ميه كمان اهو، وادي الضرب اهو. هسيبها بقى تتخفق معايا كويس كويس، البيض يمسك مع السكر، وكمان مع الفانيليا والخل، كل حاجه تمتزج مع بعضها. ضفت بعد كده الدقيق وسبته يتضرب كويس مع بعض.
طبعا ده هعمل منه الاسبونشات اللي هوريها لكم كمان شويه. هفردها طبعا، اهم حاجه بحط ورق زبده في ارضيه الصواني بتاعتي او الصجان. والاسبونش ده عملته معاكم كتير جدا، لو عايزينه بتفصيل اكتر من كده ممكن تقولوا لي اعمله لكم ان شاء الله. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل بسبوسه مكرمله. بسبوسه مكرمله اللي هي الحلويات الشرقي. انا استخدمت كيلو سميد بسبوسه. هستخدم له ايه؟ حطيت كوبايتين سكر على النار، وحطيت عليهم حوالي معلقتين 3 من عسل الجلوكوز، وحوالي 3 4 معالق من الميه، وسبتهم مع بعضهم كده لغايه اما يكرملوا. كل شويه بتابعهم، وما حطيتش فيهم المعلقه ولا حاجه. شوفوا بقعد اهزهم بس زي ما انتم شايفين. المقادير الجافه بتاعتي شويه كيلو سميد بسبوسه، وشويه حوالي كوبايه الا ربع او نص كوبايه جوز هند. طبعا لو انت حابه تحطي عليها جوز هند. شايفين لون الكرمله؟ ده اللون المطلوب مننا بالظبط. هنزل باللبن اللي هما كوبايتين من اللبن. يعني مقادير الكيلو سميد البسبوسه ايه؟ كوبايتين من السكر، كوبايتين من اللبن، كوبايه من السمن البلدي او السمنه اللي انت حابه تستخدميها. ما ينفعش تستخدمي في الحلويات الشرقي زيت، لازم سمنه. ممكن تستخدمي نص زبده ونص سمنه، بس بلاش زبده لوحدها، لازم تضيفي عليها سمنه. اتكتل معايا السكر لان نزلت بيه سايل باللبن يعني، فخلاه يتكتل لانه برد. فهبدا اقلب فيه. شايفين بدا يفك معايا خالص اهو. ده معيار السمنه بتاعي، عايرت كوبايه. دي سمنه بقري بس سمنه بلدي. هقعد اقلب فيها لغايه اما تغلي معايا، وكده خلاص يبقى الكميه جهزت معايا. ما ينفعش اعجن البسبوسه والمقادير بتاعتي سخنه، لازم تبرد معايا. هديلها تقليبه كويسه قوي واسيبها تهدى على جنب كده. طبعا انا مطلوب مني كوالي موزونه على الميزان، فانا بعمل المقادير اللي هكفي معايا الكوالي وتفيض كمان. طبعا الفانيليا انا طفيت البوتاجاز، هضيف الفانيليا ذره صغيره من الفانيليا. شوفوا الاسبونشات الاولانيه اللي انا عملتها خالص دخلت في سوا اهي. الصاج في النص زي ما انتم شايفين فتحت من فوق اهي. ما شاء الله كده تبقى ناجحه. ما شاء الله ما شاء الله. هعمل بقى الحلويات التانية الشرقي. دي سمنه بلدي برضو. انا اغلب الحلويات اللي بتطلب مني بعملها بسمنه بلدي، لان بحب اعمل الحاجه بضمير عشان هتحاسب عليه. اهم حاجه الصواني تدهن بالسمنه. كل الحلويات الشرقي عايزاها تنجح معاكي استخدمي لها سمنه بلاش زيت. وعايزاها تنجح معاكي كمان يا ريت الشربات يبقى مظبوط متوسط، ما تخليهوش تقيل قوي ما تخليهوش خفيف قوي. البسبوسه بس هي اللي بتحب الشربات سخن. انا بعمل الشربات وبحطه بره التلاجة، وطبعا ما بيجرالوش اي حاجه ولا بيكرمل ولا اي حاجه. انا بحطه بره التلاجة. عايزاه للبسبوسه بمسكه اسخنه. شوفوا الخليط بتاعي برد، نقلته في طبق كبير وبدات اقلب فيه كيلو سميد البسبوسه اللي انا حطيت عليه شويه من جوز الهند. طبعا انا دهنه الصواني كويس جدا سمنه. في ناس بتقول حطوا عليها طحينه ولا اي حاجه. اللي زي ما انتم شايفين البسبوسه المكرمله ولا اي نوع بسبوسه بتعجن. انا بس بقلبه بس، بخلط المكونات في بعضها. هقسمه نصين لان هقسم المكسرات عليهم، يعني هعمل جزء ساده وهعمل جزء بالفول وجزء بجوز الهند وجزء بالبندق قصدي. فعملتهم في صواني مستطيله عشان اقدر اقسم الكميه. طبعا انا مش عامله كيلو واحد، انا عامله لكم الكميه اللي قلت لكم عليها. انا عامله كيلو ونص، يعني الصينيه من دي بتاخد كيلو الا ربع. انا قلت لكم مقادير كيلو عشان ممكن تنصصيها، يعني تعملي نص كيلو تعملي له كوبايه واحده من اللبن، كوبايه واحده من السكر، نص كوبايه من السمن. فانا عامله كيلو ونص عشان يكفي المقدار اللي انا هوزنه للعروسه. شايفين ضغطه بسيطه خالص من ايدي بتبقى مسويه معايا خالص كده. جهزت معايا اول صينيه اهي. كل حاجه عاملاها قدامكم بالتفصيل. الحلويات الشرقية يا جماعه لو عندك فرح ومطلوبه منك اعمليها قبلها بيوم او 2 عادي. الحلويات دي كل ما بتغيب يوم او 2 بتزيد حلاوه. مش لازم تبقى في ساعتها يعني طازه، مش هتعرفي تخرطيها، مش هتعرفي توزعيها في الاطباق، مش هتعرفي تسويها يعني كده في السرفيس اللي هتقدمي فيه. كده تمام قوي. تعالوا نشوف بقى انا بقول لكم العمق بتاعها. شايفين قد ايه اهي؟ نفس العمق بالظبط. يعني الصينيه 30 في 40 بتاخد معايا بالظبط حوالي كيلو الا ربع من سميد البسبوسه. عملت جزء اهو جوز هند، ده جزء صغير كده نص الصينيه يعني. وعندي فول سوداني هبدا بقى اوزعه كده. بصوا انا هحطه كده وهضغط عليه ضغطه هيثبت معايا.
بما ان لسه عندي جلاش هعمله وبياخد وقت، وكمان كنافه، هعمل كنافه بورمه عملتها معاكم كتير كتير جدا وسهله جدا كمان. اهم حاجه وانت بتشتري الكنافه من الكنفاني قولي له انا هعمل الكنافه بورمه، فيا ريت تدهاني شعر. شايفين ده طبعا بندق على فول سوداني اهو. الصاج ده كله هعمله كده. طبعا انا مكسراهم خفيف كده وحطهم في العلبه دي في البرطمان ده عشان اوزعهم بالطريقه دي كده. ضغطه برضو حلوه كده محترمه علشان خاطر تثبت معايا في البسبوسه نفسها. يا ريت لايكات كتير كتير. الحلقه معلش طويله بس شوفوا فيها افاده. عملت معاكم الاسبونج وكمان عملت الحلويات الشرقي اولها البسبوسه. طبعا في المرحله دي لو البسبوسه بتاعتك في الفرن طلعي الشربات اللي يكفيها وحطيه على النار على ما البسبوسه تستوي. البسبوسه ما بتستويش الا على درجه حراره 200 220. طلعت معايا من الفرن ما شاء الله. شايفين بتطش كده من الجنوب، هتشرب السوائل دي كلها وهغطيها اهي. شايفين بتغلي من الجنوب ازاي؟ ده دليل ان هي نجحت معاكي. اغطيها بقى واسيبها تشرب كل السوائل دي اهي. شايفين شربت، وولادي كمان دقوا منها وعجبتهم جدا ما شاء الله، مع انها لسه سخنه بس طالعه الخرطه بخرطتها. دي مقاديرها المظبوطه، من جوه حمرا وزي السكر. هي دي البسبوسه المكرمله اللي انا بعملها معاكم على طول. شايفين اهي، وحمرا من تحت ومن فوق وشاربه شربتها وزي السكر ودايبه دوب اهي. لايكات كتير للبسبوسه القمر دي. تعالوا بقى انا هحطها على جنب كده واغطيها ونعمل باقي الحلويات. انا طبعا اليوم ده يعني الحلويات بقى عملت على درجه حراره 200 220. كل الحلويات على نفس درجه الحراره. الاسبونج سويته الاول على 180 والفرن شغال. عملت البسبوسه وادي الجلاش لو حابين نعمله لكم في طريقه مفصله عملته بشكلين. وادي الكنافه انا عملت الجلاش ده معاكم كتير، لو حابين اعيده معاكم تاني في حلقات تانية. وادي الكنافه البورمه مستويه في السمنه وبعدين صفيتها وسقيتها الشربات بتاعها. ادي حلوياتنا الشرقي اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين ما شاء الله الكنافه البورمه دي عجبت ولادي جدا ومش مكلفه خالص. شايفين متماسكه جدا اهي. دي مستويه في السمنه. وادي الكنافه اللي انا عاملاها في الكب كيك كده، يعني حاولت اشكل في الكنافه ما تبقاش كنافه تقليديه. تعالوا بقى نزين مع بعض الاسبونشات. يعني دي تقريبا التورتايه المطلوبه مني. انا عملت كذا تورتايه، عملت 4 تورتات يومها. اليوم اللي انا عملت فيه الاسبونشات ده زينت فيه التورت وحطيتها في التلاجة وجهزتها على ان انا ازين التزيين النهائي. يعني فنشتها بس ما فنشتهاش قوي يعني. غلفتهم كلهم كده وظبطتهم وسبتهم في التلاجة يشمعوا كويس، وبعدين غلفتهم التغليف النهائي. حطت لهم بقى الصوصات والاشكال الحلوه اللي احنا زيناها مع بعض معاكم. الكريمه بتاعتي انا ضربتها معاكم قبل كده وعامله لها خلطه حلوه قوي. الكريم شانتيه نفسه انا بشتري الكريم شانتيه النظيف انضف نوع، طبعا بيعدي 200 جنيه. وحطيت عليه الباستر كريم وحطيت موز فانيليا وحطيت كمان لبن بودره وحطيت سكر مطحون. كل الحاجات دي بضيفها بنسب معينه كده. لو حابين حلقه برضو اعملها لكم مفيش مشكله. وبقلبهم على بعض وبوزنهم. كل كيس حوالي 450 جرام بيكفي معايا لغايه لو مطلوب مني اوردر تورته او 2 او كده حسب ما بتطلب مني. اللي في الازازه اللي انا بسقي بيها ده لبن عليه فانيليا وعليه سكر خفيف خالص، واللبن بارد من التلاجة ما يبقاش سخن. انا بسقي التورته ليه؟ عشان التورته تفضل معايا طريه. لو قعدت في التلاجة 2 3 عند العروسه هتفضل طريه معايا ما تنشفش. ده كيس حلواني بوريكم بس ايه. ممكن تحشيها من جوه بكيس الحلواني او ممكن تحط كده بالسكريبر وتسويها، او بمعلقه عاديه لو ما عندكيش اي ادوات تزيين. هفردهم بقى كده بالاسباتيولا اهي. اهم حاجه كل الطبقات تبقى متساويه عشان التورتيه ما تلاقيهاش بجنب وجنب. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هبدأ برضو احط لها زي ما انتم شفتوا صوصات وشوكليت شيبس كده، ان كان احمر او بني او ابيض حتى هو نفس الطعم على فكرة. دي الوان غذائية اللي محطوطة عليه. الصوص اللي بحطه ده صوص فراولة، ممكن تحط شوكولاتة او زي ما انت حابة، بس اللي بتناسب مع التورت اكتر الفراولة والشوكولاتة. بس انا بحب اغير حسب ما ما بتطلب مني. دي التورتايه بتاعه العروسه اللي هعملها قلب. حطيتها في الفريزر عشان تشمع معايا عشان اقدر اخرطها واحولها لقلب. دي تورتايه تانية مطلوبه مني برضو.
بدات احط الطبقات عشان الفيديو ما يطولش معايا. طبعا انا مغطيه زي ما انتم شايفين بفوط الاسبونشات جنب التورته اهو. بدات بقى ايه افنش التورتايه دي. التورتايه دي كانت مطلوبه مني قبل الطلبيه بتاعتي بيوم، فوانا كده كده ما فنشتش التورت، فبدات افنش دي علشان خاطر اسلم بالسكريبر كده. هبدا اسوي الجنوب. هي مطلوبه مني اكتب عليها كلام. حطيتها في التلاجة بس تشمع شويه. وتعالوا نعمل اللي هي الباربي الصغير، الحله الصغيره اللي انا مسوياها فيها. هبدا اقطعها طبقات. ما شاء الله الاسبونج بقى ايه، ما كنتش فاضيه اوريكم عمل طبقات معايا قد ايه. الحله عملت معايا 7 طبقات، الحله الكبيره. عملت التورتايه المطلوبه مني 3، وعملت بتاعه العروسه 4، يبقى كده 7 طبقات غير الوش طبقه. طبعا بيبقى اولادي ياكلوها وبعمله لهم كده ايه جاتو. عملت دي خدت معايا حوالي 10 طبقات زي ما انتم شايفين، طبقات كتير جدا اهي، لان الباربي بتحتاج طبقات كتير. لزقت بس ايديها عشان اعرف اما اجي ازين افكها فيه. ادي كده خلاص اهي، كده جهزت معايا. عينتها في التلاجة. هعمل بقى المربعه اللي هي بتاعت حمات العروسه. حطيت برضو بحط صوصات وبحط شوكليت كده. ده صوص مانجو طعمه جميل جدا جدا جدا، يمكن اطعم من المانجا الطبيعي. ما اعرفش حاطين في ايه، بس ريحته حلوه قوي وطعمه حلو قوي. وحطيت تاني طبقه، حطيت برضو عليها شويه شوكليت كده. وهحط اخر طبقه وبدات اقفلها زي ما انتم شايفين، وعلى التلاجة على طول. كل الحاجات دي ما فنشتهاش، بس جهزتها للتفنيش الاخير. ده الجاتوه بقى، ده الصاج اللي هو بتاع حمات العروسه. بعمله الجاتوه الطبقه الواحده. بشيل الوش بتاع الجاتوه زي ما انتم شايفين كده عشان يشرب معايا العصير اللي انا هحطه له او اللبن، ويفضل طري معايا. وفي نفس الوقت لما احط عليه التزيين يبقى شكله حلو. الطبقه اللي فوق دي بتشال لان بتبقى ريحتها زفره شويه، ريحه البيض بتطلع فيها، فعشان كده بشيلها. شوفوا بقى خلصت الجاتوه وحطيته في الفريزر برضو عشان اقدر ان انا اخرطه. دي التورتايه المطلوبه مني، مش بتاعه العروسه. دي التورتايه اللي كانت مطلوبه مني قبل اوردر العروسه بيوم. بدات ازينها بالطريقه البسيطه دي اهي. لونت بقى الكريمه بايه، لونتها بالوان غذائيه، يعني خدت شويه كده صغيرين على قد التزيين، وبدات الونهم بالوان غذائيه، البينك والاحمر والالوان اللي انتوا عارفينها دي. بنفس القمع اللي انا اشتغلت بيه عملت بيه الورده اللي فوق، مختلفه تماما عن اللي تحت بس بنفس القمع. لفه ايدك بس وانت بتلفي هي اللي بتبقى مختلفه. ما شاء الله هي اصلا شكلها من غير تزيين كده بالكريمه بس تتاكل حاجه. الف هنا وشفا يا رب للي اخدها واكلها. اللهم اغفر لي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هي كانت طالبه مني ان انا اكتب لها، هي كانت ناجحه فكانوا طالبين مني اكتب لها على التورتايه. على فكره الاوردر ده مطلوب مني من زمان، يعني بقاله اكتر من 10 ايام، وعملته معاكم ونشرته تقريبا ريلز، مش فاكره ريلز ولا تيك توك. المهم يعني ما رضيتش ازيح حتى حلقه المطبخ العروسه وشقتها الا بعد فرحها. ما بنشرش اي مطابخ الا بعد الفرح. الف مبروك النجاح. وكتبت حرفها، وتزيين بسيط خالص كده هيخلي معايا شكل التورتايه حلو قوي. يعني ما ببالغش قوي في التزيين علشان الشكل العام يبقى حلو. هجيب كام فراشه كده من اللي احنا طبعا كنا طابعينهم. كنت طابعه صور كده اشكال حلوه قوي، فراشات وعريس وعروسه وحاجات حلوه هنستخدمها، وعملتهم ورا بعض تدريجيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت شويه شوكولاته شيبس كده اشكال، وبالهنا والشفا. تزيينها بسيط جدا وما شاء الله شكلها تحفه. تعالوا نشوف احنا هنفنش باقي التورت ازاي. ده طبعا اللي هو الشوكليت الصغير خالص ده اللي هو البينك ده، علشان خاطر انا مزينه بينك اللي هي الورده الخارجيه. وطبعا قلت بقى ايه يبقى شكلها حلو كده وخفيف. انا اسفه لو في صوت في الفيديو لان مشغله المروحه، الجو حر جدا. ربنا يهون علينا الصيف بقى ويخلص. احنا بنحب الشتاء والله عن الصيف بكتير. بص انا ممكن اقولك ان انت ممكن تعملي تورتايه ما تكلفيهاش، وممكن تورتايه تتكلف معاكي جامد حسب الخامات اللي بتستخدميها فيها. لو عايزه تعملي مشروع وعايزه تبدايه صح، اشتغلي شغلك صح، جيبي خامات نظيفه عشان اللي ياخد منك حاجه يحس ان هي طعمها احلى بكتير من اللي بتشترى من بره.
شوف انا مسكت بالسكينه باربي، علمت علامه كده عشان احدد الفستان بتاعها وابدا ارسم. انا عملت لونين للفستان، اللي هو اللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده، اللي انا عامله بيه اصلا تزيين التورتايه، وغمقت اللون شويه، زودت اللون عليه علشان يبقى درجه اغمق شويه. بدات اعمل روزيتات صغيره كده اهي، او وردات صغيره، بتاخد وقت شويه لان هي كلها هتتلف بنفس الشكل. وخدت بقى اللون الغامق شويه، نفس الكريمه حطيت عليها لون غامق شويه. طبعا في اليوم ده العجان ما بطلش والفرن ما بطلش، فيوم التزيين ده بالذات يعني ايه، زينت الصبح وحطيتهم يشمعوا لغايه اما جم يستلموهم اخر النهار. ادي شكل التورتايه بتاعتي ما شاء الله، عسل عسل عسل. تعالوا بقى ايه نحط لها شويه تحابيش كده عشان يبقى شكلها حلو. حطيت لها بقى ايه كريسبي صغير خالص، اشكال كده نجوم وقلوب عشان شكلها يبقى حلو. وادي تورتايه ام العريس، تزيينها بسيط برضو وجميله جدا. وتعالوا نشوفوا بقى احنا عملنا ايه في الباربي. شايفين عملت لها شويه حاجات على الفستان من قدام كده اهي. طبعا العرايس دي بشتري كميه تفضل عندي، اما حد بيطلب مني عروسه باربي بعملها له. شايفين شكلها الكريسبي اللي هو على شكل نجوم وحاجات من دي، فشكله حلو قوي، فحاولت ازين بيه الفستان. ده جاتوه ام العريس، هيتحط على طول. انا قطعته، طلعته من الفريزر وقطعته، هيتحط في التلاجة علشان خاطر يفضل بقى ايه بدرجة بروده لغاية اما يجوا يستلموه. اتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، وتزيين يكون بسيط وسهل ومش مكلف كمان. وادي العروسة